لو انت فاكر ان الاستثمار في الذهب هو الحل الوحيد فخليني اصدمك. الفضة دلوقتي بتغير قواعد اللعبة تماما. متستعجلش بقى وتقفل الفيديو، عايزك تقعد معايا لاخر الفيديو. هقولك على سر ممكن يغير طريقة استثمارك كلها. والفيديو النهاردة مش بس عن الفضة، ده عن مين يقدر يكسب قدام الذهب. وهقولك على توقعات الاسعار ان شاء الله في 2024 اللي هتخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تاخد اي خطوة. صلي على النبي وكمل معايا الفيديو لغاية الآخر. خليني أوضح لك الموضوع ببساطة. زمان كنا بنقول إن الذهب هو السيد في السوق، وكانت الفضة ابن عمه الغلبان، لغاية ما الدنيا اتغيرت وأثبتت العكس. عندك مثلا بوقت تسجيل الفيديو سبيكة الفضة العيار 999 ماركة البي تي سي بسعر 58 جنيه، وسبيكة الفضة عيار 999 من ماركة جي ام بسعر 340 جنيه. فاكر لما كنت بتفكر تشتري حاجة صغيرة عشان تبدأ؟ هو ده الوقت المناسب انك تفكر في الفضة بدل ما تشيل هم الأسعار الخرافية للذهب. ركز معايا، أسعار الفضة بتتحرك بشكل غريب السنين الأخيرة. السعر العالمي للفضة وصل ل 29 دولار و64 سنت، ودوت الأوقية الواحدة، وفي توقع انه ينزل لسعر 28 دولار. بس خلي بالك، لو اخترق السعر ووصل ل 30 دولار الدنيا هتتقلب، هنبدأ رحلة صعود من جديد. يعني لو انت مستثمر، هل الفضة ممكن تكون الحصان الأسود بتاعك؟ فالجواب ممكن جدا. الفكرة كلها ان الفضة مش بس استثمار، دي كمان معدن أساسي في التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، الصناعات المختلفة اللي بنسمع عنها دلوقتي زي مثلا العربيات الكهرباء. كل الحاجات دي بتزود الطلب، فعمر ما الفضة الناس هتستغنى عنها. بالعكس، ده مع التطور التكنولوجي هيزيد الطلب عليها، وده اللي يخلي الفضة تعمل دور مزدوج. أول حاجة تديلك استثمار آمن مع مكاسب كويسة، وتاني حاجة إنك هتلاقي ليها استخدام فعلي موجود في السوق في الصناعات كتير. طيب لو عملنا كده مقارنة بين الفضة والذهب في الاستثمار، فممكن نقول إن الذهب سعره مستقر بشكل نسبي، استثماره طويل الأمد وغالي جدا بالمقارنة بالفضة. أما الفضة سعرها متقلب أكتر، يعني فرص الربح عالية لو استغليت التوقيت الصح، بتبقى متوفرة بأسعار أقل، وده بيخليها مناسبة للمبتدئين. ليها سوق في الصناعة قوي، وده بيزود قيمتها مع الزمن. طيب هل تستثمر في الفضة؟ بكل بساطة، لو معاك راس مال صغير وعايز تدخل السوق، الفضة هتكون اختيار حلو جدا. هتقدر بمبلغ صغير، ولو الأسعار زادت في المستقبل هتلاقي مكاسبك هتبقى كويسة جدا. والسؤال هنا، امتى تشتري؟ لو السعر نزل تحت 28 دولار دي فرصة ممتازة للشراء، ولو السعر قرب يكسر ال 30 دولار ممكن تفكر تبيع أو تستنى كمان الصعود الأكبر. قبل ما نختم الفيديو عايز أقولك على حاجة مهمة. خلي بالك إن الاستثمار في الفضة أو أي معدن مش مجرد شراء وبيع، لازم تعمل بحث وتتابع السوق باستمرار. ما تاخدش قرار بناء على تخمينك، دايما اعرف المؤشرات وتابع التغيرات في السوق في الأسعار. لو عجبتك بقى المعلومات اللي انا كلمتك عليهم النهارده، يبقى لازم ترجع تشوف الفيديو اللي فات، كنت برضو بكلمك عن الذهب وازاي تعرف تستثمر فيه وتكسب منه. يلا بقى اعمل لي لايك واشترك في القناه عشان تتابع كل جديد، ولو عندك اي استفسار او محتاج اي مساعده انا موجود. سيب تعليقك وانا هتواصل معاك على طول. عايزك تجهز نفسك بقى، ده الاستثمار مش لعبه، ده انت هنا بتخطط صح عشان تكسب صح، وانت اكيد في الاخر الكسبان. ان شاء الله اشوفك في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله.